تشكيل النادي الأهلي قدام نادي غزل المحلة النهاردة بيشهد تغييرات على قلوب الدفاع. احنا عارفين بسبب ان الأهلي عنده إصابات في المراكز اللي ورا دي. عاجبني ان هو الحمد لله اقتنع ان ديانج لازم يلعب، برغم ان ديانج عنده مشكلة في حكاية الاستحواذ على الكرة وانه بيستلم بظهره وما بيعرفش يتحكم في الكرة كويس، ولكن اليو ديانج لازم يبقى موجود وسط الأربعة دول يا جماعة. الأربعة العفاريت اللي قدام زيزو وتريزيجيه وبن رمضان وبن شرقي دول دول لازم يا جماعة يبقى وراهم واحد دستورير فتاك. فانا في رايي التشكيله حلوه، وبعد اخطاء مصطفى شوبير الاخيره طبيعي كنا هنشوف الشناوي وجراديشار مكان محمد شريف، لسبب ان محمد شريف مهاجم صندوق. فجراديشار بيلعب النهارده عشان خاطر الراجل ده متحرك، وفي هيبقى في لا مركزيه ما بين الخمسه اللي قدام دول. تلاقي جراديشار بيروح على الطرف شويه، تريزيجيه بيضم لجوه، تلاقي جراديشار بينزل شمال، اشرف بن شرقي بيضم لجوه، والاهلي هيلعب على الهاف سبيس اللي انا شرحتها لك قبل كده، ان رمضان وكريم فؤاد وبن شرقي يلعبوا نفس الجبهه بنفس الطريقه. داني وزيزو هيبقى حر. ان شاء الله الاهلي يكسب النهارده، التشكيله متوازنه وبرافو.